زي ما شفنا في الفيديو اللي فات إن أنا عندي موبايل أبلكيشن. الموبايل أبلكيشن ده كان قادر إن هو يعمل لي ايمج كلاسيفيكيشن، وقادر إن هو يعرف أنهي كلاس الصورة كانت بتنتمي ليه. فاللي احنا عملناه ده هو كان intelligent موبايل ابلكيشنز. الانتليجنت موبايل ابلكيشنز كده لو عايزين نحط لها تعريف فهي موبايل ابلكيشن فيها فيتشر. الفيتشر دي انتليجنت، قادر ان هي تعرف معلومات وتحلل لي معلومات انا بدخلها لها من خلال AI موديلز إحنا بنبنيها. فإحنا إن شاء الله في الفيديوهات هنحاول إن إحنا نمشي كده واحدة واحدة، بحيث إن إحنا نعرف إزاي نبني الموديلز ال AI، وإزاي نربطها بالموبايل أبلكيشن بتاعنا، بحيث إن إحنا نطلع في النهاية بإنتليجنت موبايل أبلكيشن. سؤال مهم هو إزاي الموديل بتاعي بيكلم الموبايل أبلكيشن؟ في الحقيقة أنا عندي طريقتين. الطريقة الأولى إن أنا ممكن أحط الموديل بتاعي على الموبايل نفسه. ده بيتم من خلال مكتبات. المكتبات ديت بتسمح لي إن أنا أشغل الموديل بتاعي في الموبايل أبليكيشن، زي مكتبة تنسور فلو لايت. تنسور فلو لوحديها هي مكتبة بتستخدم في ال AI، بس اللي احنا بنستخدمها بقى في الموبايل ديفلوبمنت هي النسخة اللايت منها، وهنعرف بعد شوية هي ليه لايت. فالتنسور فلو لايت هي مكتبة من جوجل، بقدر إن أنا أستخدمها في الأندرويد أو كمان برضه في الأي أو إس، بإن أنا أشغل موديل على الموبايل بتاعي. وفي عندي برضه في الأي أو إس مكتبة اسمها كور ام ال، برضه قادرة إن هي تشغل الموديل ال AI ده، وأقدر إن أنا أستخدم الفيشر بتاعته في الموبايل أبليكيشن. بس الطريقة ديت زي ما لها مميزات فهي ليها برضه عيوب. فخلينا كده نعرف ايه هي المميزات والعيوب بتاعتها. من اهم المميزات ان انا قادر ارن الابليكيشن بتاعي واستخدم الفيتشر بتاعته اللي هي الانتليجنت فيتشر دي اوف لاين. انا مش محتاج لاي انترنت في الموضوع، لان الموبايل ابليكيشن والموديل موجودين على نفس الديفايس. تاني حاجه وهي الريال تايم. انا اصبح عندي الاتصال بين الموبايل ابليكيشن والموديل سريع، بل انا كمان ما بحطش في حسباني ان انا احط التايم بتاع الترانسفير داتا من الموبايل ابليكيشن للموديل. خلاص هو كل الوقت بتاعي بيتمحور حول الموديل نفسه. هي الموديل ده بيعمل بروسيس في وقت قد ايه. خلاص فكرة إن أنا أقول إن مثلا الداتا هتنتقل من الموبايل أبلكيشن للموديل في وقت قد كده فيعتبر معدومة شوية. أنا أقدر أقول بقى في الحالة دي إن الموبايل أبلكيشن ده هو ريال تايم، بيقدر يعمل لي بروسس على الداتا في ريال تايم. تالت حاجة وهي البرايفسي. أنا بقيت قادر إن أنا أحافظ على الداتا بتاعتي. طب ده إزاي؟ إحنا أولا مش بنستخدم إنترنت، فبالتالي مفيش أي حاجة بتضيفها على الإنترنت. فده برضه بيقلل لي حتة إن أنا ممكن يحصل لي هاك للداتا بتاعتي. خلينا نحط سيناريو مثلا لو أنا عندي سمارت هوم والدور بتاعي الباب بتاعي بيفتح ببصمة الوش بتاعتي. فبصمة الوش ده شيء مهم، ما ينفعش أي حد يعرفه. أو الفينجر بتاعي، أو حتى كمان الأيرس بتاعتي. فدول البصمات بتحدد هوية الشخص نفسه، فأنا مش ينفع أبعتها على الإنترنت. ففي الحالة دي بنلجأ إن إحنا نحط الموديل على الديفايس نفسه. حلو لحد هنا، الموضوع يبين إن هو كويس، بس برضه ليها عيوب. إيه هي العيوب؟ هنرجع بقى خطوة ورا ونقول حتة اللايت دي. اللايت دي معناها إن الموديل بتاعي هو إيه؟ مش لارج. مش أقدر إن أنا أقول إن الموديل بتاعي ده لارج وبيعمل له بروسيس كبيرة، لأن أنا محدود بالريسورسز بتاعة الموبايل ديفايس ذات نفسه. فأنا عندي الريسورس ديت أصلا ليميتد، يعني أنا ما عنديش بروسيسور قوي، ما عنديش storage كبيرة إن أنا قادر إن أنا أشغل الموديل ده عليها. خصوصا large AI models بتستخدم storage كبيرة. حاجة برضو تانية وهي الأبديتس، إن أنا لو كنت عايز أعمل أبديتس للموديل ده فأنا هغير الموبايل أبليكيشن كله، لأن في الحالة دي الموبايل أبليكيشن والموديل مرتبطين ببعض. فأي أبديتس في الموديل لازم إن أنا أعمل أبديتس في الموبايل أبليكيشن كله. حاجة تانية برضو وهي إن عملية الديفلوبمنت كلها معقدة، ومش من السهل إن إحنا نوصل لنتيجة كويسة بإن نحط الموديل AI على الديفايس نفسه. طب إيه بقى الحل أو إيه البديل؟ البديل وهو السكند ميثود، وهي إن أنا أحط الموديل بتاعي على سيرفر فاصل عن الموبايل أبلكيشن نفسه. فأنا هعمل سيرفر، أحط الموديل بتاعي على السيرفر ده، والموبايل أبلكيشن هيكلم السيرفر ده من خلال بروتوكول زي مثلا ال HTTP بروتوكول. فالموبايل ابلكيشن هيبعت بوست للسيرفر، والسيرفر هيرد عليه بريسبونس بالفيدباك بتاع الداتا اللي الموبايل بعتها. ودي ان شاء الله الطريقه اللي احنا هنستخدمها في الفيديوهات بتاعتنا. وطبعا الموبايل ابلكيشن هنبنيه بفلاتر، ده اصلا الجزء المهم عندنا.
والسيرفر هنبنيه بفلاسك. فلاسك هي مكتبة من تبع بايثون، بقدر إن أنا أكتب كود بايثون يعمل لي سيرفر. طب ليه إحنا بنستخدم فلاسك مش بنستخدم أي حاجة تانية تعمل لنا سيرفر زي نود جي إس؟ لأن الموديل بتاعنا مكتوب في الغالب بيكون مكتوب ببايثون، فأنا من السهل عليا إن أنا أشغل الموديل أو أستخدم اللايبراري اللي كانت عاملة الموديل ده، إن أنا أحطها تاني معايا في السيرفر بتاعي وكأنها كود بايثون برضو. فأنا بستخدم فلاسك لأنها بتتكتب ببايثون والموديل مكتوب ببايثون، فأنا قادر إن أنا أشغل الموديل بكل سهولة. فأصبح بقى الوقت عندي 3 أجزاء: الجزء الأول هو الموبايل أبلكيشن، والجزء التاني هو كود فلاسك اللي هو السيرفر نفسه، والجزء التالت وهو ال ML موديل. الموديل نفسه ده أنا هعمله إزاي وهيجيبه منين؟ طب أنا بقى كفلاتر ديفلوبر إيه اللي مطلوب مني؟ أو بمعنى صح أنا هعمل إيه؟ علشان أجاوب على السؤال بتاع أنا هعمل إيه كفلاتر ديفلوبر، فأنا لازم أعرف هو أنت فين بالظبط. لو أنت كنت في تيم كامل فأنت كل المهمة بتاعتك إنك هتعمل الكود بتاع الموبايل أبليكيشن، واللي هتوفر لك إنك هيكون معاك زي URL كده أنت بتعمل بوست عليه بال HTTP أو بداية، تبعت له الداتا وبعدين هو يرد عليك بريسبونس. طب لو أنت كنت في تيم صغير شوية، وهو إيه لو أنت كنت 2، واحد بتاع AI وانت بتاع فلاتر، الموضوع هيتم ازاي؟ هو هيكون له مهمات، وهو انه يبني الموديل نفسه، إن يشوف الموديل اللي هيستخدمه ويشوف الداتا سيت اللي هيدرب الموديل عليها، وبعدين يعمل تريل للموديل ويسيف الموديل بتاعه. تاني حاجة إن هو يظبط الدخل. يعني إيه بقى يظبط الدخل؟ يعني الداتا اللي هتجيله لازم إن هو يظبطها الأول على الموديل اللي هو عامله، يغير الاستراكشر بتاعها، يشيل حاجات يزود حاجات. زي مثلا لو كنا بنتكلم على صورة، فهل الصورة هدخلها زي ما هي للموديل، ولا هغير الويدث والهايت بتاعها، هسيبها زي ما هي GBR، ولا هغيرها لإجراي مثلا؟ فأنا عايز أعمل بروسيس على الداتا، أو زي ما بنسميها بري بروسيسنج على الداتا قبل ما أدخلها على الموديل. فهو ده برضه جزء هو اللي هيعمله الشخص التاني اللي معايا في التيم. طب أنا هعمل إيه لو كنت أنا في تيم صغير؟ أنا هعمل جزء الراوتر، واللي هو الجزء السيرفر نفسه، ان انا هجوم سيرفر من خلال فلاسك. وده جزء سهل جدا، مش محتاج اي خبره مني في ان انا اتعامل مع بايثون، ان انا اتعامل مع فلاسك. الكود سهل وهيمشي مع اي موديل، هو الكود سهل. ومن خلال شويه اوامر احنا هنبدا ان احنا نجوم في سيرفر، ويكون عندنا URL بنقدر ان احنا نبعت عليه الداتا. تالت حاجه بقى لو انت كنت لوحدك، لو انت عايز تعمل انتليجنت موبايل ابلكيشن، فكره عندك وانت عايز تنفذها، الفكره ديت محتاجه انك تعمل موديل AI، هتعمل ايه؟ فانت اللي هتضطر انك تبني الموديل، وانت اللي تظبط الدخل بتاعك او تظبط الداتا، وانت اللي هتعمل السيرفر بتاعك. طبعا السيرفر ده خلاص احنا عارفين ان السيرفر هيكون سهل واحنا هنعمله. طب حته ان انا ابني الموديل واظبط الداتا، فاحنا في الحاله دي لو هنتكلم عن الورست كيس خالص، ان شخص ما بيعرفش AI وهو موبايل ديفلوبر يعني مش عنده اي خبره في AI، فاحنا هنستخدم شويه ادوات هتمكننا ان احنا نعمل الموديل بتاعنا من غير ما ندخل في اي تفاصيل من تفاصيل ال AI. ان شاء الله في الفيديوهات دي احنا هنتكلم عن تيم لو هو صغير ولو كنت انت لوحدك. فاحنا ان شاء الله في الفيديو القادم هنبدا بالجزء ده، وهنبدا نشوف ايه هو الدور اللي احنا هنعمله، وانا مستني ايه من الشخص التاني اللي معايا وهو المسؤول عن ال AI. والسلام عليكم.